مساء الخير على الجميع. اليوم راح نحكي على السكوترات الكهربائية اللي موجودة بمدينة نورنبرغ. راح نحكي على 4 أنواع رئيسية اللي متواجدة. أول شيء اللايم والتيا، الفوي، وأخيرا البولت. طبعا راح نحكي كل تفاصيلها، يا هو الأحسن، يا هو الأسرع، يا هو الأفضل، يا هو يكلف أكثر، يا هو الأنسب للمسافات البعيدة، يا هو الأنسب للمسافات القصيرة. وكل هذه التفاصيل، شنو الفروقات، شنو المحاسن الشركة المعينة عن الشركات الأخرى إلى آخره من هذه المقارنات، راح نشوفها كلها إن شاء الله بهذا الفيديو. تابعوني. خلونا نشوف بالبداية شنو عندنا بمقود كل اي سكوتر. نجي أول شيء إلى شركة بولت. شركة بولت طبعا بالبداية خلت لك هذا زر التشغيل، عدا هذا خلت لك انه الكيو ار كود، هذا بالبداية لازم نسوي له سكان حتى تقدر تبلش بعملية البداية انه سوقه يعني. حاطين لك شاشة أمامية، هذه الشاشة الأمامية تقدر عن طريقها انه تشوف ايش قد الشحن، ايش قد الشحن الموجود هسه انت عندك بهذا السكوتر. وطبعا هذه الشاشة تتفعل وتشغل لك السرعة ورا ما تسوي ورا ما تشغل السكوتر. اما اذا جينا الى شركة فوي موفرت لك ايضا شاشة، بس هذه الشاشة للاسف يعني ما توضح لك اي سرعة، مثلا عداد السرعة مو موجود بيها، بس ممكن توضح لك الباركينج، ممكن توضح لك الباتري، ممكن توضح لك يعني شغلات اضافية اخرى، بس كنقاط دالة خلينا نقول. موفرت لك ايضا هاندي هالترونج اللي هو خلينا نقول حامل للموبايل. طبعا نوعيته كلش ممتازة، نوعية كلش جيدة، وهذا الشيء كلش كان ايجابي من شركة فوي. زين، خلينا نجي الى اي سكوتا من شركة تيا. شركة تيا ايضا موفرت لك هواي شغلات. موفرت لك حامل الموبايل، موفرت لك كيو ار كود، موفرت لك زر تشغيل كيو ار كود طبعا، والشاشه هذه ما تتفعل الا ورا ما تفعل الكيو ار كود. ورا ما تفعله تقدر انت تخلي مالتك الموبايل على الحامل مالته. وهذا طبعا بالمناسبه هذا مو بس حامل، وانما ايضا يعني يشحن الموبايل اثناء الرحله. يعني تقدر انت ايش قد تستمتع بالرحله مالتك، ايش قد ما تريد تفتر ويشحن هذا، بس هذا كله ورا ما تفعل انت الكيو ار كود. زين. طبعا الشركة تبيع مواصفات إضافية اللي هي الإشارات الجانبية الموجودة بالمقود مالتها، وموجودة أيضا بالجهة الخلفية. طبعا تقدر تتحكم بها انه ما يعطيك تلوف يمنى، يعطيك تلوف يسرى، كل هاي الشغلات موجودة بشركة تيا، بس موجودة مثلا بشركة لايم ولا بشركة فوي. مثل ما قلنا انه الاشارات تكون موجودة بالجهة الخلفية ايضا بشركة تيا، اللي هي ما موجودة بالشركات مال الاي سكوتر البقية. بس الشركات البقية خلى مثلا فسفورات جانبية مثل ما تشوفون هنا. يكون بيها بس بالبدايه بريك واحد امامي، يصير بيها بريك هنا، وبريك خلفي يصير عباره عن دوس، يعني يصير هنا من تدوس هذه حتى يشتغل عندك البريك الخلفي مالتك. اذا جينا من على بس شغله البريكات، اذا جينا على شركه تشيا راح تلقى بالتير انه موجوده تكون يدات اثنين، يعني ممنوع الدوس هنا. اذا تشوف هنا، انت تشوف هذا مكان كاتب لك دونت ستيب، يعني ممنوع انه هنا تضغط، يعني هذا ما يصير تستخدمه بهذه الطريقه. النوعيه الثالثه الفوي. الفوي تكون ايضا بريكاتها باليد، اثنيناتهم ايضا ممنوع استخدام هذا، ونفس الحاله بالبولت. زين، هسه راح نجي نحكي على الشغله الثانيه اللي هي تخص البقيه. البطاريه اذا تجي من هذه الجهه وتشوف، البطاريه راح تكون كل السكوترات موجوده بالجزء السفلي ما عدا شركه تيا. شركه تيا تصير بطاريه مالتها بهذا المكان. طبعا انا اعتقد سووا هذا الشيء لانه بصوره عامه اللي يريد يستخدم السكوتر يستخدمه شخص واحد فقط، ممنوع يستخدم اكثر، يعني ممنوع يصعدون باثنين. بهذا السكوتر ممكن يصعدون اثنين واحد ورا الثاني، بينما هاي البطاريه قللت هاي المسافه، يعني ما صارت تقول هاي المسافه كذا، قللتها حتى انه يتاكدون ما حد يصعد بهذا السكوتر غير بس شخص واحد. طبعا نحكي على ايجابيات وسلبيات كل سكوتر فيو. قرب علي شويه. هسه اذا حكينا على ماركه البوت في واحد ايجابياتها انه هو ارخص وانسب سعر. يعني اذا انت تريد تسوي رحله زمنها خلينا نقول 15 دقيقه 10 دقائق ايا كان، مثلا مره واحده بالاسبوع، مره واحده، فاني انصحك انه تستخدم ماركه بولت. ماركه بولت تصير سعر الدقيقه مالتها 15 سنت بالدقيقه، سعر الدقيقه 15 سنت. وبس ما بي اي عروض اسبوعيه، اي عروض شهريه، ماكو تاجس تيكت، يعني ماكو تيكت يومي تفتر بيه براحتك. هذا الشيء كله ما موجود بشركه بولت، بس هو انسب واحد اذا تريد تسوي رحله سريعه، يعني انت مستعجل وتريد تروح. الشغله السلبيات الموجوده فيه، هذا ما بي حامل للموبايلات، حامل للموبايل ما بي اشارات جانبيه ما بي،
ودبلات اماميه ما في، يعني ما في لا دبلات لا اشارات لا في. اليوم ما تذكر 99 سنت هذا تقدر تسوي فيه انت يا اما 9 رحلات متقطعه، او تقدر تسوق فيه الى مسافه خلينا نقول 200 دقيقه، يعني تقدر تظل انت 200 دقيقه تسوق فيه ويكلفك هذا تقريبا 9 يورو 99 سنت خلينا نقول يعني 10 يورو. بهذا طبعا الفيديو اللي نتطرب عليه هذا بحامل للهواتف، ما شاء الله كلش حلوه، شاشه ما تطلع لك السرعه هذا شيء سلبي بيه، اشارات جانبيه ما موجوده بيه، زين. والبريكات بس بيه اماميه، هذا الشغله الموجوده بالفوي. الفوي بيه عرض شهري بيه انه تدفع 9 يورو 99 سنت، يعني تقريبا 29 او 29 يورو 99 سنت، يعني تقريبا 30 اورو، يكلفك انه تقدر تختار بيه لمده شهر، بس عندك بس 300 دقيقه. هذا بالنسبه للفوي. ايجابيات وسلبيات الاي سكوتر من شركه لايم. شركه لايم طبعا توفر لك انه مثلا في دبلات اماميه، في اسفارات اماميه وخلفيه موجود فيه، بهذا البريك انه الرجل مثل اي سكوتر عادي او تقدر تضغط عليه وتثبته. عروض مالته انه حتى تفتح بس السكوتر يكلفك 1 يورو، هذا الشيء موجود بكل السكوترات عدا البورد، انه انت يكلفك 1 يورو بس حتى تفتح، بس حتى تشغل السكوتر، وراه يحسب عليك 20 سنت في الدقيقه الواحده. هسه راح نحكي على شركه تير. شركه تير طبعا تعتبر هي افضل شركه اليوم، يعني يمكن شركه وولد ارخص، بس ارخص لانه في هوايه شغلات ما موجوده، مثلا جبلات ما موجود في هوايه شغلات. شركه تير فيها كل شيء، فيها انه بريكات اماميه خلفيه، فيها انه حامل للموبايلات، حامل للموبايلات وشاحن للموبايل بنفس الوقت. شركه تير توفر لك عده عروض، تقدر تشتري تيكت يومي 9 يورو 99 سنت تختار فيه لمده ساعتين مفتوحه، تقدر تختار مده ساعتين بهذا الاختيار، زين. في بعد تكت شهري تدفع انت مثلا 4 يورو 99 سنت يشيل لك فلوس التشغيله لمده شهر، يعني انت شهر كامل تجي تركب هذا بس الشغله تسوي له سكانين تطلع بيه كلفك 20 سنت بالدقيقه، وبعد ما تدفع فلوس التشغيله مالته، لانه فلوس التشغيله مالته قلنا تكلف يورو بالنسبه. معلومه جدا مهمه، السكوترات حتى انت تقدر تركبها لازم يكون عمرك بدايه حسب القانون الالماني بدايه من 14 سنه، بس سكوترات التاجير، سكوترات التاجير اللي هذه الشركات اللي قدامك ممنوع تركبها الا اذا كان عمرك 18 سنه، يعني بس التاجير حاطين هم قانون شركات التاجير انه انت الا لازم يكون عمرك فوق 18 سنه، ولازم ما يصعد على هذا السكوتر اكثر من شخص واحد. طبعا السياقة بي بالمدينة كلش ممتعة، يعني ونسة يعني واحد يعني أحس هيجي هوا نقي ودا يفرفر يفتر بالمدينة ويروح ويجي يعني كلش حلو، يعني أنا كلش أنصح إنه واحد يستخدمه بمكان المواصلات العادية يعني. هسه راح نسوي مثلا بارت بي اندن اللي هو انهاء للرحلة، حتى ننهي الرحلة لازم ندوز هنا بارت بي اندن. هسه لازم طلع لنا إنه لازم ناخذ صورة شلون وقفنا الجهاز هنا، تجي تاخذ صورة لازم تكمل الجهاز تدوس صورة راح يطلع انه فور بيندد. خلاص عجبتك الرحله الاولاد؟ اي اولاد قولوا مثلا اي انتهى الموضوع. طبعا واحدة من الشغلات اللي لفت انتباهي انه شركة اللايم دائما يكون الشاصي مال الاي سكوتر مو نظيف، دائما تلقاه مشخط، ايا كان وين ما تروح راح تلقاه مشخط. ليش؟ صراحة ما اعرف. انظف واحد هو يكون التير دائما يكون انظفهم واحسنهم واجملهم واقواهم واحسنهم مواصفات. وطبعا اذا تحسبها انت من حيث السعر فسعرها سعر اي تكت يومي تتنقل به بمدينة نورنبرغ، يعني انا شفت تتونس بهذني اكثر من ما تتنقل كل بالمواصلات. سكوتر تركبه انت لازم تكون اكو لوحه، هذه اللوحه تدل انه هذا السكوتر اللي انت راكبه سكوتر مرخص، يعني مسموح لك بالسياقه به بالشارع، والا اذا انت ما طلعت بدون هذا الرقم، يعني اذا انت عندك واحد برايفت خاص مالتك انت مشتري ما يصير تطلع به، لازم تسوي له بيه تامين. هذا معناه انه السكوترات اللي موجوده قدامنا حاليا كليتها مؤمنه. طبعا بالاضافه الى على موضوع التامين، انه الشركه الوحيده هي شركه لايم اللي مسويه تامين اضافي، انه في حال انه انت سويت حادث انت المتسبب هم يدفعوا لك هم التامين مالك. هذا مش موجود شيء بس بشركه اللايم. شركه تشيا وشركه فويد كلهم فيهم دبلات اماميه، طبعا هذه الدبلات الاماميه كلش تفيدك اثناء السياقه، بحيث انت من تصعد وتنزل اكو هاي المناطق مثلا مال عبور الشارع الرصيف يصير بها شويه ارتفاعها يعني 2 3 سنتيمتر، ما راح تحس بيها، وحصير مالتك الرحله عن طريق السكوترات كلش مريحه. فهسه اذا شفنا مثلا هذا السكوتر الاول، انه هذا الدبل مالته كلش حيكون فعال اثناء القياده، مو مثل
جينا شفنا البولت هو الوحيد اللي ما بيه دبلات، رغم انه اسعار البولت هو انسب واحد بيهم. في حال انه انت تشتري سكوتر خاص بيك لازم تسوي التأمين الالزامي اللي هو يكلف تقريبا 15 يورو، واذا واحد راجل ركبه من عندك ياخذه يستعير لازم تسوي تأمين اضافي انت مقداره 5 يورو ونص تقريبا الى 6. راح اعطيكم مثال توضيحي عن طريق الابليكيشن، انه في حال ردت تنهي الرحله، يعني انت سويت الرحله مالتك وردت تنهيها، والرحله يعني ايش قد ما تحاول انه تاخذ صوره وتريد تنهي الرحله ما راح تنتهي، راح يكتب لك مثلا على سبيل المثال انه دوبي فيندز ديش او سهاب ديس سيرفيس برايش، يعني انه انت موجود خلينا نقول مو ضمن حدود التغطيه مالتنا شركه الاي سكوتر، لذلك انه انت لازم تغير مكانه وتروح الى مكان ثاني افضل من هذا المكان اللي انت واقف فيه حاليا. إضافة إلى كونها وسيلة نقل مريحة ومسلية وتخبل وكل شيء بها حلو، هواية من الناس قدروا إنه يجدون نفسهم عمل عن طريق إنه يجون بالليل ويفتحون هذه البطاريات السوداء ويجمعوهم بالليل حتى ويخلوهم سياراتهم الخاصة اللي جايين بها اللي هي سيارات السبرنتر يسموها، يجمعون هاي البطاريات يشحنوها ببيوتهم وعلى أساسها يقبضون فلوس من الشركة المختصة، مثلا من شركة تيا تسلم مفاتيح خاصة حتى للناس اللي يفترون بالليل يجمعون هذه البطاريات حتى يقدرون يفتحوها يجمعوهم كليتهم ويشحنوهم ببيوتهم، ورا ما يشحنوها يرجعون ويركبوها على السكوترات مرة ثانية حتى بثاني يوم الناس تقدر تستخدمها وتتنقل إلى أماكن عملهم يتونسون بها إلى آخره من الأماكن الأخرى. الفترة الأخيرة خلينا نقول الفترة اللي صار بها كورونا صارت بيها استخدام السكوترات كلش هواية. ليش؟ لأنه أكو هواية ناس تعرفون أنتم ضد اللقاحات وما يريدون يصعدون أو ما مسموح لهم يصعدون بوسائل النقل، مثلا يصعد بالباص، مثلا يصعد بالقطار، بالمترو إلى آخره، لذلك بتشوفون هواية من هذول الناس إنه اتجهوا إنه يركبون الإي سكوتر حتى يطلعون يعني بالهواء النقي وما يضطر إنه يلبس أي ماسك أو ما شابه ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقيكم بحلقات جديدة، مع السلامة.